مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. إصابة 17 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. ورشة عمل عن الجهد الوطني لمكافحة التغير المناخي. تطور خدمات رعاية الأمومة والطفولة في إمباتكال. بوتين يعلن شبه جزيرة القرم جزءا من روسيا إلى الأبد. بوتين ولوكاشينكو يوقعان مرسوم السماح. باريس تقول إن الاختلافات كبيرة مع لندن بخصوص صيد الأسماك. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز العزل والفحص في إقليمي الأوسط وجنوب البحر الأحمر أظهرت إصابة 17 مواطنا بفيروس كورونا، وظهر 16 من الإصابات في أسمرة بالإقليم الأوسط، وإصابة واحدة في عصب بإقليم جنوب البحر الأحمر. في غضون ذلك شفي 9 مرضى من كورونا من إقليم شمال البحر الأحمر. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6927، شفي منهم 6753، وتوفي 45 مريضا، فيما لا يزال 129 يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 5 نوفمبر 2021. نظمت في أسمرة ورشة عمل يوم 5 نوفمبر موجهة للشباب لإبراز الجهد الوطني لمكافحة التغير المناخي بمناسبة المؤتمر الدولي 26 للأمم المتحدة المنعقد في غلاسكو الاسكتلندية من 31 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر. وقال وزير الأراضي والمياه والبيئة السيد تسفاي غبرسلاسي في الكلمة التي ألقاها إن الورشة ليست لبحث قرارات المؤتمر الدولي وتعهداته فحسب، بل التركيز على الشباب والطلاب على المستوى الوطني لبحث الجهد الجاري لمكافحة التغير المناخي. وقال إن إريتريا ليس لها تأثير يذكر في تلوث المناخ، لكن التلوث ليس له حدود، ورغم ذلك ظلت تقوم بدورها كباقي الدول لتحقيق التعهدات. ولكونها تعرضت لتأثير التغير المناخي، قامت في السنوات 30 الماضية بتعبئة الشعب لإصلاح الأراضي المنجرفة وحماية التربة وحفظ المياه وإصحاح البيئة، وستواصله مستقبلا محققة نتائج مرضية. تجدر الإشارة إلى أن إريتريا أطلقت في شهر مايو من عام 2006 الحملة الوطنية الخضراء، وتقوم بأنشطة مكثفة لتشجير وإصلاح مساقط المياه، وأقامت لجنة من مختلف الوزارات لحماية التنوع الإحيائي المائي وتنفيذ برنامج تشجير يشارك فيه طلاب المرحلة الثانوية للشهر. كما وقعت على أكثر من 10 اتفاقات دولية منذ عام 1995 لحماية البيئة والتنوع الإحيائي ومكافحة التصحر وإزالة النفايات الكيميائية والبلاستيكية، بالإضافة إلى حماية طبقة الأوزون وغيرها. من جانبها أوضحت منسقة منظمات الأمم المتحدة في إريتريا أماكوبي ساندي أن العالم سيكون غير مطاق لعيش الإنسان مع نهاية القرن إذا لم تتخذ الخطوات العاجلة المشتركة لخفض تلوث المناخ وتقلص التنوع الإحيائي وتلوث مصادر المياه والنفايات البلاستيكية الكبيرة والانتشار غير المتوازن للأمطار وأخطار الفيضانات والجفاف خارج التوقعات. وإن الوقت قد حان لاتخاذ شعوب العالم النضال للتغير المناخي من قضاياهم الأولية. وبحثت الورشة استحواذ التغير المناخي على الأجندة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الدولية، على أن يتكون تحقيق أهداف التغير المناخي بالعمل بصفة خاصة لواضعي التخطيط والباحثين والسياسيين والجهات التنفيذية بالاعتماد على الشباب.
وناقشت الورشة التي عقدت ليوم واحد تأثير التغير المناخي على إريتريا والتغير المناخي والتنوع الإحيائي والتغير المناخي وتأثيره على الزراعة والأراضي والمياه والتنوع الإحيائي والتغير الإحيائي والطاقة والتغير المناخي وتأثيره على الصحة وكذلك التغير المناخي والجنس. وقدم في الورشة معرض على الابتكارات التقنية المصنعة والمحسنة داخل البلاد لخفض انبعاث الكربون والحفاظ على الطاقة. نظم قسم القوانين والرقابة في مكتب وزارة الزراعة بإقليم عنسبة دورة تدريبية في مديريتي على براد وحمل ماله حول الضمان الغذائي وصحة اللحوم والألبان والاستخدام الآمن للمبيدات الحشرية. وشارك في الدورة التدريبية المنظمة من 25 وحتى 30 من أكتوبر الماضي مهنيون ومزارعون وشركاء العمل من مديريات كرن وحمل ماله وعلى براد وحقات وحلحل. وهدفت الدورة التدريبية الاستخدام الآمن للمبيدات وتوخي الحذر أثناء الذبح والحلب لضمان تقديم أغذية آمنة. وقال مسؤول القسم السيد دانيال محاري مساهمة الجميع لضمان غذاء آمن وصحي وخاصة المزارعين. وأشار المشرفون على الدورة التدريبية إلى أن الغذاء يتلوث بسبب مبيدات الحشائش واختلاط الغذاء بالكيميائيات أثناء النقل ونقص النظافة أثناء الذبح والحلب. ونادوا للقيام بالمراقبة المتواصلة لمحتوى وصحة العلف الحيواني لارتباطه المباشر بغذاء الإنسان. من جانبهم دعا المشاركون لإيجاد وسيلة تقديم المبيدات بطريقة ممركزة وتقديم أدوات الحماية للمزارعين خلال الرش والتدريب حول استخدام المبيدات ومراقبة المبيدات الحشرية المستجلبة بطرق غير قانونية. دعا السمينار الذي عقد في مدينة أغرداد لتوخي الحذر في استخدام الأدوية الحيوانية. وشارك في السمينار مسؤولو التنمية الاقتصادية من مديريات هايكوتا وعالي القاش وشامبوكو وبارنتو وتساني ودقة ومغولو وأغرداد وفورتساوا وغونجي والمهنيين الزراعيين المختصين. أوضح مسؤول خدمات الرقابة في إقليم القاشبركة السيد حاجوس كبر مريم إن الهدف خفض الأضرار الجانبية التي تحدث نتيجة الإهمال في استخدام الأدوية الحيوانية ووضع الاستخدام العشوائي للأدوية. وقال يجب استخدام الأدوية الحيوانية بالأطباء البيطريين. أوضح المشرفون على السمينار بأن سوء تخزين الدواء له تأثير ضار على الحيوانات ويقلص فعاليته ويؤدي إلى تلوث البيئة، داعين المشاركين في السمينار للمساهمة لتغيير الوسائل المتبعة والتوعية. وأكد المشاركون على العمل لتوعية المزارعين والرعاة بالاستخدام الأمثل للأدوية الحيوانية. أفاد مدير عيادة باتكل الممرض جماي محمد تطور خدمات رعاية الأمومة والطفولة في العيادة لتصل خدمة رعاية الأمهات والأطفال إلى 95% والحوامل إلى 88%. وقال نسبة الحوامل المراجعات التي كانت حوالي 60% من عام 2020 ارتفعت هذه السنة بزيادة 33% قبل اكتمال السنة، ورعاية الأمهات والأطفال التي كانت 80% بحوالي 19%. وذكر إن العيادة تقدم الخدمات أيضا لقرى نبرت وشقالي وماديت وحوصيد. وأعرب السكان عن ارتياحهم لخدمات العيادة موضحين بأن غرف انتظار الحوامل التي يقومون ببنائها بتسخير أموالهم وطاقاتهم ستسهم في تخفيف المصاعب. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن شبه جزيرة القرم تعد جزءا من روسيا إلى الأبد، وذلك خلال احتفاله بيوم الوحدة الوطنية برحلة إلى القرم. وكانت روسيا قد دمت القرم من أوكرانيا عام 2014 في أعقاب الإطاحة بالرئيس الأوكراني الموالي للكرملين في خطوة اعتبرتها الدول الغربية غير شرعية. وتفاخر بوتين بالضم أثناء زيارة للمدينة التي تضم أسطول روسيا في البحر الأسود، وتابع إنهم مع روسيا إلى الأبد الآن، لأن هذه هي إرادة الشعب السيادية الحرة الراسخة، إرادة كل شعبنا، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد بريس. أعلن الرئيس البرتغالي حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في 30 من يناير المقبل بعد رفض البرلمان مشروع حكومة الأقلية الاشتراكية للميزانية العامة للدولة. إعلان ريبيلو دي سوزا في كلمة متلفزة كان متوقعا على نطاق واسع، إذ قال في وقت سابق إن بلاده ستذهب إلى صناديق الاقتراع قبل عامين من الموعد المحدد إذا رفض البرلمان مشروع موازنة الدولة لعام 2022، وهو ما حدث الأسبوع الماضي. ورفض مجلس الجمهورية يوم 27 من أكتوبر مشروع الميزانية البرتغالية للعام المقبل، حيث عارض الحزب الشيوعي البرتغالي وكتلة اليساريين مبادرة الحكومة، وعارضا عدة مطالب بينها إجراء إصلاحات في قطاع الرعاية الصحية وزيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور. اتفقت بريطانيا وفرنسا على عقد مزيد من المحادثات الأسبوع المقبل لحل الخلاف بشأن حقوق الصيد الذي هدد بالتحول إلى حرب تجارية ما بعد بريكسيت. ورغم عدم صدور أي مؤشرات على حدوث اختراق بعدما التقى الوزير البريطاني المكلف شؤون بريكسيت ديفيد فروست بسكرتير الدولة الفرنسي المكلف الشؤون الأوروبية كليمان بون في باريس، إلا أن الرغبة في مواصلة المحادثات تدل على اهتمام الطرفين بالحوار. وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية إنهما ناقشا عدة صعوبات ناجمة عن تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وذكر المصدر أن فروست سيتوجه الآن إلى بروكسل لإجراء محادثات مع نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش. وكان النزاع قد تفاقم بشأن حقوق الصيد ما بعد بريكسيت، التوتر القائم أساسا بين باريس ولندن بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي كاد يتحول إلى حرب تجارية شاملة. أظهرت بيانات طبية لأول مرة أن لقاح فيروس سرطان عنق الرحم يخفض حالات الإصابة بنسبة 90% تقريبا. ووصفت مؤسسة أبحاث السرطان في بريطانيا النتائج بأنها تاريخية، وقالت إنها أظهرت أن اللقاح ينقذ الأرواح. وتنشأ جميع أنواع سرطانات عنق الرحم تقريبا المعروفة باسم الورم الحليمي عن الفيروسات، وهناك أمل في أن يقضي التطعيم على المرض تقريبا. وقال الباحثون إن نجاح اللقاح يعني أن من تلقوا التطعيم قد يحتاجون إلى اختبارات أقل من غيرهم لعنق الرحم. ويعطي اللقاح للفتيات بين سن 11 و 13 عاما اعتمادا على المكان الذي يعيشن فيه في بريطانيا. ويقدم اللقاح أيضا إلى الأولاد منذ عام 2019. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة أخبار المساء أعود فأذكر بعناوينها. إصابة 17 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. ورشة عمل عن الجهد الوطني لمكافحة التغير المناخي. دعوة للاحتراز في استخدام الأدوية الحيوانية.
بوتين يعلن شبه جزيرة القرم جزءا من روسيا إلى الأبد. رئيس البرتغال يعلن حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. باريس تقول إن الاختلافات كبيرة مع لندن بخصوص صيد الأسماك. انتهت نشرة أخبار المساء، شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.